يا صباح الفل على حضراتكم جميعا. نهاركم سعيد ان شاء الله، يكون يوم كده كله خير وبركة وتفاؤل على حضراتكم. ونبدأ طبعا بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشفي مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين. عندنا طبعا مباراة مهمة جدا النهاردة للنادي الأهلي أمام كهرباء إسماعيلية، وقلنا المباراة مهمة جدا ولازم نلعب بمنتهى الجدية ونلعب على الفوز من أول دقيقة. ولكن خلينا في الأول نتكلم عن منتخب مصر، ونبارك لمنتخب مصر، ونبارك للجميع ولينا كلنا بفوز منتخب مصر امبارح للناشئين طبعا في كأس العالم المقامة في شيلي 2-1 على صاحب الأرض ومنظم البطولة. مباراة أنا ما شفتهاش طبعا، المباراة كانت تقريبا الفجر، وعشان عندنا شغل وكده فما تابعتش المباراة، لكن شفت ملخص المباراة. فالحمد لله على الفوز، الحمد لله على التأهل. أه ببارك للعيبة، ببارك للجماهير، ولا عزاء لاتحاد الكورة والأسامة نبيه. المنتخب ده فيه لعيبة حلوة، لعيبة كويسة، لعيبة مميزة، محتاجة مدرب فعلا يقدر يوصلهم لفورمة أعلى من كده، ونقدر نشوف منتخب مصر بينافس مع الفرق الكبرى. شفنا طبعا محمد عبد الله، انا شفت له لقطات امبارح كده. محمد عبد الله ده لعيب كبير جدا جدا، لاعب نادي الاهلي، لعيب كبير، وشفنا بيتحرك في كل مكان، وليه خطوره على المرمى، وليه خطوره من الجنب اليمين، لان هو اساسا وينج يمين. شفنا احمد عبدين لاعب النادي الاهلي الناشئ المدافع، وهو بيشيل الكوره من على خط المرمى ينقذ هدف، كان هيبقى الهدف الثاني لشيلي وكنا الامور هتتصعب. وشفنا احمد عبدين وهو بيسجل برضو الهدف الاول بكرة رأسية في منتهى الروعة. دول ولاد النادي الاهلي اللي لفتوا الانظار امبارح في المباراة. بالتوفيق لمنتخب مصر في قادم المباريات ان شاء الله في دور ال16، ربنا يوفقنا ونقدر نوصل لمرحلة اكبر من كده. الاهلي قائمة الاهلي النهاردة امام كهرباء الاسماعيلية: الشناوي طبعا، شوبير، سيحة، ياسين، عمر، بيكهام، ياسر، شريف، بن رمضان، عبد القادر، مروان، الشحات، بن شرقي، قفشه، العش، ديانج، زيزو، طاهر، هاني، كوكا، وحمزة عبد الكريم. طبعا عندنا غيابات اكيد، طبعا امام عاشور فترة طويلة مش قصيرة. عندنا كمان محمد شكري، وعندنا غياب طبعا تريزيجيه لحصوله على الانذار الثالث. ولكن دايما الاهلي بمن حضر، فمطلوب من كل اللعيبه النهارده يكون في تركيز، يكون في تركيز على انك تخلص المباراه بدري بدري، وانك تنجز المباراه وتنجز وتاخد ال3 نقاط اللي ممكن يوصلونا للصداره حسب لقاء الزمالك النهارده ونتيجته. طبعا الزمالك هيلاعب المحله، واحنا هنلاعب كهرباء اسماعيليه، فنتمنى العب بس على الفوز، نتمنى الرجوله تستمر، نتمنى روح الفانلة الحمراء تكون موجوده، ونلعب اداء ونلعب ونتيجه ان شاء الله، ننهي المباراه اداء ونتيجه. طبعا الزمالك، بمناسبه بس الزمالك امبارح في الكره النسائيه حتى وادي دجله، يعني معرفش بيجدد الجرح بيزود الجرح. وادي دجله بيفوز على الزمالك في كرة القدم للسيدات 6-1. طبعا لو 5 لو 7 لو 8 حتى ما كانتش هتبقى موجعة ومؤلمة زي 6-1. طبعا الاهلي خسر من مسار بطل الدوري 3-1. مسار طبعا فريق من زمان متمرس على البطولة، الاهلي ده تاني موسم ليه، واحنا يعني خدنا الكاس السنة اللي فاتت وطلعنا تاني الدوري. عايزين بقى التقدم السنة دي، وعايزين الدوري، وعايزين الكاس ان شاء الله يا بنات النادي الاهلي. طيب نقطة أخيرة كده عشان هبقى الصبح أنا بطلع دايما 5 دقايق 6 دقايق، مش عاوز أطول على حضراتكم. امبارح شفنا حمادة عبد اللطيف بيطلع يتكلم إن الزملكاوية مقتنعين، وإن الزملكاوية عندهم حتة طبعا عارفينها اللي هي المؤامرة الكونية والبليلة بالمهلبية والكلام ده كله، وإن الأهلي بيفوز أو بياخد بطولاته بالتحكيم. فطلع الراجل قال لك مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، راجل زملكاوي ولعيب في الزمالك ولعيب كان نجم في الزمالك. قال لك يا جماعة ما تقعدوش تصدروا المؤامرة والنظرية والمظلومية والكلام ده كله.
مفيش حاجه اسمها فريق بيفوز بالبطولات دي كلها عن طريق الحكام. وعنده حق طبعا، كلام ده للعاقلين بس، يعني كلام للناس العاقله. انا حتى لو بطولاتي في مصر مثلا، خلينا نفترض ان الحكام بيساعدوني، طب بطولاتي في افريقيا، طب كاس العالم للانديه او الانتر كونتيننتال، بكسب ازاي برضه بالحكام؟ فطلع كابتن هبدور او هابد الهبدور، طلع بقى يقطع فيه، وازاي تقول كده على فريق الزمالك، وازاي تقول طب ما الاهلي مش عارف في مباراه ايه هدف حسن شحاته اللي بقالهم 300 سنه بيتكلموا عنه، طيب ما مش عارف في بطوله ايه، طب السنه اللي فاتت بيراميدز والاهلي كان الاهلي المفروض خصم منه 6 نقط واتجامل وخصموا منه بس 3 نقط. انا مش عارف الناس دي يعني مين قال عليهم اعلاميين، ولا مين بيطلعهم في الاعلام، ولا اهدى يا خالد على نفسك شويه يا حبيبي، اهدى على نفسك شويه. وطلعوا هاجوا وماجوا مش عارف مين الاصفر عندهم في القناه، نيرة الاصفر والهبدور، والتاني ده اللي طالع جديد في المقدر جديد ده اسمه ايه، والله مش عايز حتى افتكر اسمه، كان لعيب على قده، مش لعيب على قده، كان كويس برضه ولكن ما ينفعش يكون اعلامي. محمد صبري ده ما ينفعش اصلا يكون اعلامي. ويطلع يقول لك اصل مش عارف مين، والتانية تقول لك اصل الشحات عمل بايده كده واتنمر على الفينا ومش طلع. بس كان ابو الفينا لما رحت له وقلت له اشتكي، قال لكم يلا اطلعوا بره، رش عليكم ميه وقال لك العب بعيد يلا انت وهو. قال لهم دي حاجات عاديه وبتحصل في كره القدم اساسا. وبعدين مين قال اساسا ان هو تنمر عليه؟ الشحات بيعمل كده، هدي هدي. انتوا خدتوها بقى مش عارف موقع ايه برضو زيكم اصفر برضو، وموقع مش عارف ايه، وجايبين الصوره بيقول لك بيتنمر على الفينا. هل انت حضرتك كنت موجود في اللحظه دي جنب الشحات وعارف هل هو بيقول له يا قصير ولا بيقول للعيبه بتاعته هدي اللعب؟ فعقليه، احنا بنتعامل مع عقليات، والحمد لله ان عقليتهم كده وتفكيرهم في الحاجات دي عشان احنا نفضل دايما حاصدين البطولات. النهارده اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى من الكابتن عماد النحاس يحط التشكيل الصح ويبدا بمنتهى القوه. زيزو، وجود زيزو، هل زيزو بقى هيلعب جناح يمين وبن شرقي شمال ونخلي الشحات مثلا، الشحات هيكون احتياطي، ولا زيزو هينزل تحت راس الحربه ويبدا بالشحات ويبدا ببن شرقي، ونشوف بقى الشحات ياخد فرصه ويبقى في احتياطي احمد عبد القادر احتياطي كمان لبن شرقي، ونشوف مشاركه احمد عبد القادر عايزينه يجهز للمباراه اللي جايه. وهل هنشوف وجود قفشه النهارده ولا هيلعب ازاي في نص الملعب؟ هل هيحط 2 هاف ديفندر مروان وديانج؟ اعتقد المباراه مش محتاجه انك تحط مروان وديانج، يا مروان يا ديانج واحد منهم، ويكون جنبه بين رمضان ويكون في حالته. واتمنى ان اشوف كمان احمد رضا، يعني اتمنى كمان اشوف احمد رضا الفترات اللي جايه ان شاء الله، لعيب كويس بس ياخد فرصته. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. واكتبوا لنا في كده في التعليقات كل واحد من حضراتكم ايه التشكيل المتوقع لمباراه كهرباء الاسماعيليه. مباراه طبعا الساعه 8 بتوقيت القاهره، قبليها مباراة الزمالك والمحلة الساعة 6 بتوقيت القاهرة. بالتوفيق للنادي الأهلي، بالتوفيق لحضراتكم، ونهاركم سعيد إن شاء الله، ونهاركم زي الفل. ونطلع بقى في فيديو الظهر نتكلم بالتفاصيل الكاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.